وغدا سيجري دمع عينك فرحتان، وترى السحائب بالأماني أمطرات، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرات، وتقول سبحان الذي رفع البلاء، من بعد أن فقد الرجاء تيسرات، وأبشر سوف تنهمر العطايا، فمن تدعوه منان رفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. ازيكم عاملين ايه؟ انا عارفة ان انتم كلكم الايام دي مضغوطين علشان فترة امتحانات، ولكن قلت اطلع لكم كده بفيديو ما يكونش مدته كبيرة، يعني اسلم عليكم واتكلم كده عن الاجواء اللي انتوا عايشين فيها وهون عليكم فيها شوية. من فضلك كرما منك وكالعادة ادعميني بلايك واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني، وكمان اعملي شير لغيرك. بصوا كده يا حبايبي، عايزين نبدأ الأول الحلقة كده، عايزين نصلي على النبي عشان يبقى الحلقة فيها بركة ونستفاد بيها، وكمان نستمتع كده بالأجواء اللي أجواء التنظيف السريعة اليومية، التنظيف للصالة كده وشوية حاجات هنعملها كده مع بعض. بصوا، كتير مننا بيعدي بفترات بيحس فيها بملل، بضغوط ما مش قادر يطلع من الضغوط دي ولا لاقي لها حل، بيحس بكآبة، وكل ده بيكون بسبب المسؤوليات الزيادة والمشاكل اليومية بقى والتحديات اللي بنقابلها بقى، وحاجات لازم تعمليها حتى لو تعبانة، بتقومي من النوم حتى لو مرهقة ما كملتيش نوم، بتقومي تطبخي حتى لو مش قادرة. عارفين بقى اللي هو لما تبقى انت حياتك فيها روتين وفيها اصلا مسؤوليات، ويجي عليها مثلا حاجة زيادة زي مثلا فترة الامتحانات أو أي ضغط أيا كان في حياتك، بتحسي بقى إن الحياة بقت كده بقى روتين ممل ومفيش حاجة جديدة تفرحك أو تحسسك بمتعة. العيشة في الحالة دي بتبقى كده روتينية. هتبقى بقى الحلقة دي مناسبة ليكي إن شاء الله. هنتكلم النهاردة بقى عن إزاي نخرج من الحالة دي ونلاقي طاقة جديدة تخلينا نحب الحياة ونكملها بشغف بقى من تاني يعني. أول حاجة حبيبة قلبي، لما هنبقى في الحالة دي لازم نواجه مشاعرنا صح. يعني خليني أقولك مثلا إيه، لازم تعترفي إن أنت ضعيفة، وأي حد فينا لازم يبقى عنده ضعف وما يقدرش يكمل أو يحس إن هو مش قادر وبيتوقف وكده. وده مش عيب إن احنا نحس بملل، ولا عيب إن احنا نحس إن احنا مش قادرين نكمل، ولا عيب إن احنا نحس بالكآبة. بس بقى العيب بقى إن احنا نستسلم للحالة دي ونفضل فيها وقت طويل خالص، تدخلنا في حالة اكتئاب يعني. يعني برضه أسأل نفسي إيه اللي مضايقني مثلًا الفترة دي، الشغل الكتير، الضغط الكتير، المسؤوليات، حتى لو مشاغل على فكرة أو ممكن تبقى المشاكل الصغيرة المتراكمة مرة واحدة تعمل لِك الحالة دي، يعني ممكن ما يبقاش عندِك مشكلة معينة وحد يسألِك مالِك تقولي أنا مش عارفة والله الحياة حلوة وما فيش حاجة عندي بس مش عارفة مالي، فبتبقى مشاكل صغيرة كده بتتراكم على بعضها، فين بقى لما تبدأي تفهمي وتستوعبي إن أنتِ فعلًا المشكلة دي المشكلة دي هي اللي وصّلتِك للحالة دي يعني. فأول طريق بقى العلاج أو إن إحنا نطلع من الحالة دي، إن إحنا بنواجه نفسنا إن فعلًا في مشكلة، لأ في مشكلة. أنا مش مثلًا أنا بنت فافي، ولا أنا بنت كده مش عاجبني العيشة، ولا أنا باتذمر، ولا أنا مثلًا باتمرد على العيشة، لأ ده أنا فعلًا اتعرضت لضغط والمسؤوليات زيادة فهي اللي عملت فيّا كده، عشان ألتمس لنفسي العذر ما اقعدش أجلد في ذاتي يعني. طيب بعد كده بابدأ إن أنا بقى إيه، أكسر الروتين بقى يا بنات، علشان لمّا نبقى ندخل في الحالة دي، أكتر عدو للمرحلة بتاعة الملل والرتابة وفقد الشغف دي بيبقى الروتين، لازم بقى تغيّريه يعني. عشان كده من وقت للتاني يعني فعلًا أنا برضه عن نفسي ما باحبش أمشي على روتين واحد، اللي هو الروتين اللي يدخّلني في اكتئاب، لأ لازم باكسر الروتين كل فترة وفترة. عارفين يا بنات لمّا بتشوفيني دايمًا باغيّر نظام البيت، مرّة أجيب السفرة هنا، مرّة أجيب حتى تلاقوا كل روتين عندي بشكل مختلف، لإن الحاجات دي أنا باكسر روتيني بالحالة دي. في ناس بتكسر روتينها إنها في ناس تقعد تقول لِك إيه، أنا هاطبخ المغرب، أنا هاطبخ العصر، أنا مش هاطبخ النهارده بعد الضهر، أنا هاغيّر مواعيد الوجبات. أيوه في ناس بتعمل كده عادي وما فيهاش حاجة، ومش الحياة مش هتنهار يعني، لو هي حاسة إنها بتستمتع في المطبخ في وقت مثلًا المغربية في الشتا، في وقت بعد العصاري تُقف كده تطبخ بقى على رواقة بالنظام اللي هي حاباه. إحنا هنفطر النهارده مثلًا متأخر وهابدأ طبخ أبصر إمتى،
على حسب برضو حاجة أسرتك، يعني مهم لازم تكسري الروتين. الحاجات البسيطة دي فعلا بتجدد نشاطك وبتجدد طاقتك وبتخليكي تبدأي من جديد، مش يبقى الحاجة هي كل يوم يعني. عارفين يا بنات لما بنبقى برضو في الحالة دي بنبقى عايزين حد يقول لنا مثلا طب تعالي نخرج، لو خرجتي هتغيري مودك، طب تعالي مثلا مامتك تقولك او اختك او اي حد او سلفتك تقولك طب تعالي نطلع. لا لا انا مخنوقه، انا فعلا من الخنقه حتى مش قادره البس واطلع وماليش مزاج، لا والله ماليش مزاج، انا مخنوقه مش عايزه اطلع. مع ان مجرد ما تلبسي بس تخرجي مثلا تشتري حاجه بسيطه، تشتري شويه كريمات للبشره، برفانات، اي حاجه بسيطه كده تغير مودك، حتى لو هتخرجي بس كده 100% مزاجك بيتغير ومودك وبترجعي بطاقة جديدة خالص، يعني طاقة نفسية جديدة خالص. الحاجة دي جربيها وتعالي واضغطي على نفسك قوي. كل لما تبقي متمردة، لا مش عايزة اخرج، انا قافلة مخنوقة مش عايزة، اعرفي انك لو عملت العكس فعلا مودك هيتغير تماما. الحاجات البسيطة اللي انا بقولك عليها دي من كسر الروتين، وانك تبداي تستوعبي اصلا ان انتي في مشكلة وانك محتاجة تغيير، وانك تبداي تخرجي وتغيري. الحاجات دي والله يا بنات بتديكي احساس بالتجديد رهيب، وبتخليكي تشوفي الحياة فعلا بشكل مختلف، وتبداي تطلعي بقى من مود الكآبة والملل والرتابة اللي بتكوني عايشة فيه ده. وبرضه في وسط ده كله الاهتمام بالنفس، اللي هو يا بنات مش البشرة بقى والشعر والحاجات دي، مع انها مهمة طبعا بتخرج من المود. الصحة يا بنات في النص، الحاجات النفسية دي لما تهتمي بكورس فيتامينات كويس كده هتلاقي نفسك بدأتي نومك يتحسن، بدأت نفسيتك تتحسن اكتر. لان والله يا بنات احيانا بيكون اللي هو الخمول الزايد او الكسل او الاكتئاب بيكون نقص فيتامينات فعلا. فلو اهتميتي بالفيتامينات دايما، يمكن كذا روتين لما باجي اتكلم بقولك الفيتامينات دي مهمة لدرجة انت ما تتخيلهاش، بتزود تركيزك وبتخليكي ذهنك حاضر وتخلي عندك نشاط يعني ما هو برضو احيانا لما بيبقى الاكتئاب بيجي من ايه يا بنات، عندك مسؤوليات ومش قادرة تقومي تعمليها ومهدودة، فده لما ما بتعمليهاش بيجيلك اكتئاب عشان مش انجزتي. ولو عملتيها وانتي تعبانة بتبقي ضغطتي على نفسك، فبنفسيتك بتتعب انك كل شوية ضغطت على نفسي، قمت من النوم وانا مش قادرة، ضغطت على نفسي واشتغلت وانا مش قادرة، ضغطت على نفسي بسرعة عملت ايه وانا مش قادرة. فضغط على ضغط على ضغط بيعملك تراكمات نفسية ويخليكي مش مرتاحة مش مبسوطة متوترة مضغوطة. فبرضه هتلاقي اللي هي الدايرة بقى اللي بتدخلي فيها، اللي هي انك صحتك مش مظبوطة. تخرجي من الدايرة دي ازاي؟ انك تاخدي كورس فيتامينات كده كويس، تبدأي تحافظي عليه، والله العظيم يعني مزاجك هيتحسن بنسبة كبيرة جدا. خاصة يا بنات احنا الستات اللي هي مجموعة فيتامين ب، اللي هي ب6 وب12 ومجموعة فيتامين ب اللي بتبقى موجودة في الفيتامينات اللي هي الحقن ب12 الحمرا دي، بصراحة يعني هتظبطك جدا لو خدتي حقنة واحدة بس كل أسبوع. هتحسن مزاجك وهتحسن صحتك وهتقوي الدم بتاعك والحركة والنشاط. لأن يا بنات احنا بنبذل مجهود يعني مقارنة بأمهاتنا زمان أكبر منهم. على فكرة احنا ماشي، هم ما كانش عندهم غسالة وما كانش عندهم مكنسة وما كانش عندهم غسالة الأطباق أحيانا اللي موجودة عند معظمنا، ولكن كان عندهم راحة البال اللي هي كانت النفسية. كل ما هي بتكون مستريحة كل ما تبقى صحتك الجسدية كويسة. لكن احنا مضغوطين في مناهج ومضغوطين في حياة مادية صعبة ومضغوطين في حياة اجتماعية صعبة، وكل لما التنافس على الحياة وده بيتباهى وده عايز يبقى أفضل وده عايز يبقى أحسن وي كل لما بتلاقي ان انتي مضغوطة عايشة في توترات. فهو ده اللي بيخليكي رغم ان احنا ماشي فيه رفاهية شوية في التزامات البيت وشغل البيت أسهل، ولكن اكتر على فكرة. يعني انت لما تبقى الحياة بسيطة برضو زمان، كل ما الحياة كانت ابسط وكل كان لما الاساس البيت ابسط واقل ومفيش كمية الديكورات وكمية الحياة والطرف اللي بقى في الحياة اليومين دول، فانت مش بتراعي البيت قوي زي اليومين دول. ده انت كل شوية بتراعي كذا وتعملي كذا وتنظفي كذا يعني خلاص ما هو البيت بقى بيتزحم بالفرش، فكل ما بيتزحم كل ما انت بتشتغلي اكتر غير زمان. فلما توازني بين دلوقتي وبين زمان، لا هما كانوا مرتاحين نفسيا اقل شيء يعني. حاولي بقى ايه، يعني انا بصي يا بنات متابعيني في قناه سفيره السعاده، ليه اهداف اسبوعيه بعملها. يعني انا الاسبوع ده هركز على كذا وكذا 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 كذا حاجه دينيه ودنيويه، وباجي اخر الاسبوع بعلم انا التزمت بايه. يعني انا مثلا ايه مهتمه الفتره دي ان انا عايزه امنع السكريات. لا السكريات فعلا غلط، من غير الصحة غير الحاجات دي كلها. بتحسن مودك، بتخليكي أنشط وتخلي نشاطك أقوى وأفضل وتركيزك أعلى.
اركز مثلا في تعاملي مع حد من ولادي مثلا بطريقه معينه، بدل ما هو بتعصب عليه عشان هو مستفز، فهدي نفسي معاه شويه. وهاجي اخر الاسبوع هشوف انا عملت الحاجه اللي عملتها بنسبه 100%، والحاجه اللي ما عملتهاش اصلا وما قدرتش ان انا اعملها، والحاجه اللي انا عملتها بنسبه مثلا 30% بس. وابدا الاسبوع اللي بعده لو في حاجه ما عملتهاش خالص هحطها في الاسبوع اللي بعده وابدا اهتم بيها. عايزة أخدِك من النقطة دي إن لمّا يبقى ليكِ أهداف، يعني أهداف كده أسبوعية بتعملي حاجة، والحاجة دي هتعود بالنفع عليكِ وعلى صحتِك وعلى بيتِك وعلى ولادِك، فتحسي إن أنتِ بتعملي حاجة مش مجرد آلة بتطبخ وبتمسح وبتنضف وبتعمل، لأ بتعملي حاجات بتزوّدي مهاراتِك وبتزوّدي بتحسّني ذاتِك وبتطوّري من شخصيتِك، فده برضه هيحسّن نفسيتِك كتير يعني. يا الله بقى لمّا كل حلقة باتكلّم فيها عن أي حاجة باتكلّم فيها عايزين نغيّر من نَفْسنا فيها يا بنات، هتلاقيني باتكلّم عن الوقت الخاص ليكِ. يعني كلمة إن أنا بقى ليّا وقت خاص أتنفّس فيه بقى، اللي هو آخُد نَفَسي والتقط أنفاسي كده، بعيد عن الدوشة، بعيد عن حد يقول لي يا ماما، بعيد عن حد يطلب منّي طلب، بعيد عن حد من الولاد يقول لي ده ضربني، ده شدِّت شعري، ده خدِت قلمي، ده قطّعت كراستي، ده قامت من مكاني. عارفين بقى الحاجات بتاعة العيال اللي بتبقي أصلًا عاجزة عن حلّها ومش لاقية حل أصلًا دي، افصلي، افصلي يا ست الكل، شدّي الفيشة بقى أي وقت أنتِ تستخدميه كده بقى، أول اليوم، آخر اليوم، وقت صلاة الفجر، أي وقت كده ده مهم جدًا عشان تستعيدي نَفْسِك، علشان تستعيدي كده يعني راحتِك النفسية مهمة أوي، أوي يعني. طبعًا يا بنات أرحنا بها يا بلاد. كتّري من السجود في الصلاة، ارمي نفسِك كده بين يدي الله عز وجل، اسجدي كده فعلًا، تخيّلي كإنِّك شايفة جسمِك من برّه وأنتِ ساجدة قدّام ربنا ورامية كل همومِك، ما تتكلميش. والله العظيم يا بنات باوصل أحيانًا إن أنا باقعد أقول سبحان ربي الأعلى، بس وساجدة، أنا مرتاحة كده. واخدة بالِك؟ يعني السجود، طوّلي السجود أوي لمّا تبقى حالتِك النفسية مش مضبوطة أوي، هتلاقي مزاجِك بيتحسن وهمومِك دي بتنزل كده مع الصلاة. في الآخر حبايبي عايزة أقول لكم إن الحياة مش سهلة، مش عليكِ بس على الكل، كلنا بنعدّي بأوقات صعبة، لكن التحدي الحقيقي فعلًا إنِّك مش تستسلمي لكده، وإنِّك حاولي تتغيّري وتغيّري حياتِك للأفضل. ويمكن إنِّك بتحسّي يعني حد بيتكلّم بصوتِك أو بيطلّع اللي جواكِ، يمكن ده جزء من الراحة النفسية، إن ياه! ده أنا مش لوحدي مكبوتة، ده أنا مش لوحدي متضايقة، ده أنا مش لوحدي حاسة بزهق وضغوط الأيام دي، كلنا كده على فكرة، وفترة وهتعدي وهتيجي الأيام الحلوة والأيام اللي هتكوني رايقة فيها والدنيا هادية وكويسة، كلها فترة وهتعدي إن شاء الله بإذن الله. ما تنسيش حبيبتي وقلبي وروحي تدعميني بلايك، جزاكم الله خيرًا، وتشتركي في القناة لو أول مرة تزوريني في قناة عيشي حياتك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.